السلام عليكم. ده ردي على الناس اللي بتقول لي هو انت غيرت انتمائك ليه من النادي الاهلي لنادي الزمالك ورجعت من الزمالك للاهلي وكل شويه اتغير عشان الريتش. ريتش مين يا حبيبي؟ انا عمر يحيى. ما تعرفش مين عمر يحيى؟ ابحث في جوجل ودور وهتعرف مين عمر يحيى وتاريخه. انا راجل صانع محتوى بقالي اكتر من 10 سنين، وراجل اسمها ايه، انفلونسر تقريبا كده وبلوجر. يعني انا مؤثر على الانترنت، مش شرط ان انا اتغمر واعشق نادي معين. انا في البدايه خالص كنت بحب اشجع النادي الاهلي واحب اسمعه. تفاجأت ان الاهلي عمال 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 ياخد من الزمالك، ياخد من الزمالك. قلت لا، في حاجه غلط. لما كنت بعلق زمان في تعليقات الفيس، لو الناس فاكراني وعارفاني، واحد اسمه عمر يحيى بالانجليزي، لو حد علامه توثيق جنبه كده، كنت بعلق دايما احفل دايما، مع ان انا كنت بحفل على الاهلي وانا اساسا كنت بشجعه. فانا مش فاهم برضه، طب انت اهلاوي يا ابني ولا زملكاوي ولا دنيتك ايه؟ قلت لا، انا خليني مع الاهلي زي ما انا بقالي كتير مع الاهلي ومع الزمالك برضه، بس معجب بالاهلي وبشجعه من سنين قبل ما ناس تتولد كمان. طب قلت انت دلوقتي لو غيرت، الناس كده ممكن تقول ده بيغير عشان الريتش. قلت اللي يحصل يحصل، بس الموضوع طلع كبير شويه. لقيت الناس سرقت الفيديوهات بتاعتي ونزلتها على الصفحات، ده بغير انتمائه عشان مش عارف ايه، وده بغير انتمائه عشان مش عارف ايه، وكلام يعني ما عجبنيش بصراحه. فقلت لا بقى، انا اطلع اوضح في فيديو واسيبه على طول، والناس اللي متابعانا هتعرف هل انا هغير نادي الزمالك تاني. لا، ما هو مش معقوله بقى، مش معقوله كل شويه نادي. بس حبيت اقول ايه بقى في الفيديو ده، ان انا يا جماعه، آآ آآ لما شخص يكون صانع محتوى ما ينفعش يحب، زي المحلل الرياضي او الاعلامي. الاعلامي ده ما ينفعش يبان ان هو بيحب نادي ولا لا، وما ينفعش يبان في قلبه. انا كذلك الامر، راجل صانع محتوى يعني مع الاتنين، وما ينفعش اظلم ده ولا اظلم ده. طيب ليه ما ينفعش؟ ليه ما خلي عندك انتماء يا عم عمر شويه بقى. عندي انتماء، بس ما ينفعش اظهره امام الناس. انا ظهرته في المره الاولى، قلت اعلن تشجيع النادي الاهلي، وشجعت النادي الاهلي بالفعل. وفيديوهات لو دخلت وهتلاقوني واقف مع النادي الاهلي بشكل غير طبيعي وعمال احفل على الزمالك. قلت طب ومالهم الزملكاويه؟ انت كده هتزعل دول شويه وهتزعل دول شويه. قلت لا بقى، انا ارجع اشجع نادي الزمالك لان انا معجب بيه من زمان، وخلي النادي الاهلي اشجعه برضه، بس نشوف مع الوقت انتمائي هيتغير ولا لا. حب النادي الزمالك او حب للنادي الاهلي انه الاكبر وانه الاقوى. فدي ملهاش علاقه بالريتش يا جماعه. انا راجل صانع محتوى، صانع محتوى يعني هتلاقوني كل يوم بحال وكل يوم بوضع مختلف. بس مش معنى كده عشان خاطر عاوز اعلي ولا عاوز انزل ولا عاوز اوطي في الريتش. انا مش محتاج الكلام ده، ولو محتاج الكلام ده هقول ادعموني يا اهلاويه، ادعموني يا زملكاويه، والموضوع يعني مش هياخد مني حاجه. بس انا في طبيعه الحال، انا زي ما قلت لكم يا جماعه، انا راجل احترم او احترم نادي اسمها احترم النادي الاهلي ونادي الزمالك احترام كبير. بس في التشجيع انت ما دخلتش قلبي. انا اعلنت ان انا هشجع النادي الاهلي من حوالي 3 شهور، وفضلت مشجع في النادي الاهلي واشجعه. بس انا عاوز اغير بقى، انا راجل عاوز خلاص. لقيت الاهلي عاوز اغير النادي الزمالك. ايه مشكلتك؟ هل انا غلطت في النادي الاهلي؟ هل انا غلطت في نادي الزمالك؟ والمشكله لما انزل بوستات، انا في صفحتي على الفيس اللي اسمها عمر يحيى بنزل بوستات كتير كلها لنادي الزمالك. فالناس اللي متابعاني يقولوا لي يا ابني احنا احترنا معاك، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وانتوا زعلانين ليه يا جماعه؟ انا واقف مع الزمالك، واقف مع، طب انا لسه منزل بوست دلوقتي لوسام ابو علي وبشكر في وسام ابو علي، وقبلها كنت منزل زيزو وبن شرقي، وقبلها كنت منزل شيكابالا وشويه ناصر منسي. يا جماعه انا راجل اعلامي ومش عاوز اكون ناقد رياضي، ما احبش ان انا اكون ناقد رياضي ولا متقلب في الاحوال، ولكن احب الفريق اللي يريحني اشجعه. عجبني الاهلي اشجع الاهلي، عجبني الزمالك اشجع الزمالك. طيب انا قلت ان انا بشجع النادي الاهلي بقى لي 10 سنين، انا اكتر.
انا والدي الاول زمان آه كان بيشجع. كنا قاعدين كده في الشغل زمان وكنا في سكن، فكان والدي انا اساسا كان زملكاوي، كان كل الناس اهلاويه. اقول له انت زعلان ليه يا والدي؟ ما المشكله الاهلي اكبر واقوى. يفضل يزعل اكتر. فاكتشفت ان انا بحب اتفرج على النادي الاهلي وبشجعه من زمان وبسمع له من زمان، من سنين. ولما كبرت شويه قلت طب ما تجرب نادي الزمالك، لقيت حابب الاداره، حابب النادي. بس مش معنى كده يا جماعه ان انا كاره الاثنين، انا بحب الاثنين بس انتمائي جوه بقى. الانتماء ما ينفعش ان انا اظهره لك، انا اوريك انا بشجع ايه. وطالما اعلنت ان انا بشجع الزمالك يبقى انا هفضل اشجع الزمالك، والاهلي مع الاهلي، يعني الزمالك الاساس والاهلي هشجعه بجوار او بجانب الزمالك ببساطه. محدش فهمنا غلط يا جماعه، محدش يقول لا ده انت ريتش ومش ريتش. اسالوا بس مين عمر يحيى وبعدين دوروا على الريتش والكلام ده. انا راجل بحب النادي من زمان وهفضل احبه لحد ما اموت. النادي الاهلي ونادي الزمالك على دماغي. انا شاري تيشيرتين، واحد للاهلي، اشتريت الاول الاهلي اقسم بايات الله، اول تيشيرت اشتريته في حياتي اقسمت بالحي الذي لا يموت، رحت اشتريت تيشيرت النادي الاهلي من حبي فيه، وكنت ليل نهار لابسه. فالناس تقابلني تقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي، بنشوف لك بوستات بتتكلم على الزمالك ولابس تيشيرت، قلت لهم انا بحبه. وفي الماتشات بتاعت الاهلي لقوني لابس تيشيرت الاهلي، هم مش فاهمين. ومع ذلك تيشيرت الزمالك اهو، الاثنين جنب بعض، ده شويه وده شويه. فبس حبيت اوضح يا جماعه سوء تفاهم عشان ما حدش يفهمني غلط. انا عمري ما هغلط لا في ده ولا هغلط في ده، هتلاقوني مع الاثنين ان شاء الله. بس خلاص انتمائي بقى زملكاوي بشكل نهائي، مفيش كلام تاني.